السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب تكونون الكل بخير وصحة وسلامة. وجيت اليوم وياكم بفيديو اللي هو فطورنا لليوم. وهنا أول ما بلشت بالتمر، بما أنه هو التمر أهم شي برمضان. بعد ما حمسته بالدهن وشكلته على شكل كرات، وبديت أزينه بهاي الطريقة مثل ما موجود قدامكم، بالبقراش وبالفستق المطحون العفو. وبديت أشكله بهاي الطريقة، وصار الشكل كلش كلش حلو. وخليكم وياي بالفقرة الجاية. وهنا أنا بديت أسوي بالشوربة. خليت قدر على النار، ضفت بيه كمية من الزيت، ضفت بيه حبة من البصل المفرومة ناعم، وبديت أحمسها وأشوحها بهاي الطريقة. وحمست البصل كل زين إلى أن تذبلت عندنا البصلاية. راح أضيف العدس، كمية من العدس المغسول، وأبدي أحمسه ويا البصل بهاي الطريقة. وراح أبدي أضيف التوابل اللي هي كركم أصفر وكمون. وضفت فصين من الثوم، تركتها على النار إلى أن تستوي على راحته. هنا عندي كمية من اللحم المغسولة، خليتها على النار إلى أن تستوي عندنا كل زين. وهنا عندي مجموعة من الخضار اللي هو فلفل وباذنجان وبصل وبتيتا أو بطاطا. راح أبدي أقليهم. وهنا أنا ضفت وعاء المقلاة وضفت بها كمية من الزيت، وبديت أقلي بالخضار. وهنا أنا بعد ما قليت كل الكمية بماء الطماطة وهذا اللحم، وراح أضيف كل الخضار أصفطها فوق اللحم. وهنا أنا بعد ما صفطت الخضار كليته، وهنا أنا راح أضيف صوص وكاتشب ودبس الرمان مع شوية من المعجون، أخلطهم زين وأضيفهم فوق اللحم والخضار. وهنا أنا بعد ما ضفت المعجون والكاتشب والصوص، وإلى هنا هذا فطورنا لليوم، وخير من الله، والحمد لله على النعمة. ولا هنا حبايبي أختم فيديو اليوم وياكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع ألف ألف سلامة.